السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبؤس جديد على اليوتيوب. وانا بتكلم سيلفي المرة دي عشان الكلام يطلع من القلب كده، لان الواحد اتخنق من الاسطوانات. يا ولاد التالتة يمين يا زملكاوية يا جامدين، ايه رأيكم؟ الوضع كويس دلوقتي؟ انت بقيت بائس، بس مش بائس محلي، لا انت بقيت بائس فقط، حتى المحلي فقدتها. ضحكوا عليك وقالوا لك الاهلي بياخد بطولات من الزمالك بالتحكيم وباتحاد الكوره وبالمؤامره. طب دلوقتي ازاي الحال؟ طلائع الجيش كمان بياخد بطولات منا بالتحكيم بالمؤامره. الشارع المصري لازم ينام مبسوط فيقوم طلائع الجيش يكسب الزمالك. اهو الاهلي سابها لك مخدره، ساب لك البطوله، انسحب. مش احنا بنتخانق هو الاهلي انسحب ولا اعتذر؟ هو الاهلي اعتذر ولا انسحب؟ هو الاهلي خايف ولا مرعوب؟ اهو الاهلي سابها لك وتفش. سمي انت براحتك، عايز تسمي انه انسحب سمي، انه اعتذر سمي، المهم تسمي الله قبل ما تاكل. ازاي الحال دلوقتي؟ طلائع الجيش، طلائع الجيش اللي في اسوأ حالاته، طلائع الجيش اللي في اسوأ حالاته، مش طلائع الجيش بتاع بسام وبتاع اللعيبه الجامده اللي موجوده. ده طلائع الجيش بالحب كده، فضل في الدوري بالعافيه، طلعنا من كاس مصر. انا عندي سؤال عايز اساله. الاهلي بيريح لاعيبته، والاهلي انسحب من الكاس عشان يريح لاعيبته، لان لاعيبته اتمرمطت ما بين دوري ابطال افريقيا مرتين في 8 شهور، لكاس العالم للانديه مرتين في سنه، لدوري السوبر الافريقي، لدوري جديد طويل وضغط ماتشات، لكاس، لسوبر باربع فرق، لكاس عالم للانديه. ليه فبيريحوا لاعبتهم، لمنتخب وماتشاته فبيريحوا لاعبتهم. البي بيريح لعيبته ليه؟ احنا بنريح عشان الجو مريح، خلي بالك. احنا مش بنريح عشان تعبنا، لا احنا بنريح عشان الجو مريح. الجو مريح ما فيهوش بطولات فبنريح. قول لي لعيبتك تعبت في ايه؟ احنا لعبنا في ايه طول الموسم غير دوري وكونفدراليه فقط؟ انما الاهلي لعب دوري واثنين دوري ابطال افريقيا في 8 شهور، وكاس عالم للانديه في سنتين مرتين في سنه، ودوري السوبر الافريقي وسوبر افريقي وسوبر مصري من 4 فرق، ودنيا وموال، فبيريح لعيبته. انت بتريح لعيبتك ليه يا اخي؟ يا اخي الاهلي سابها لنا وماشي، الاهلي سابها لنا مخدره واحنا برضو ما بنكسبش. طب هنتحجج نقول ايه؟ يا راجل خلينا اتحجج، خلينا اتحجج، اديني حجه، اديني حجه اقولها. انما انت سايبني كده خالص، سايبني لايس، مش عارف ارد على جمهور الاهلي اقول له ايه. الجديده بقى احنا ما بنملش ياض، احنا كلحين، احنا كلحين بجاحه، احنا في البجاحه كلحين، ده اللي احنا فالحين فيه، ناخد فيه بطولات البجاحه. الاعلام الزملكاوي بيقول لك ان الاهلي انسحب من بطوله كاس مصر خايف عشان البطوله قويه، والدليل على كده ان احنا خسرنا من الطلائع. كلاحه، كلاحه في البجاحه. احنا عندنا موهبه الكلاحه في البجاحه. البطوله قويه عشان الاهلي كده خاف منها وانسحب، ما ريحش لعيبته مثلا. هي فين البطوله القويه دي؟ فين البطوله القويه دي؟ تلعب طلائع الجيش مش عارف تصعد، يبقى اسمك طالع من الموسم ببطولتين، كونفدراليه وكاس، والاهلي طالع بدوري ودوري ابطال، واسمك وهيبتك ترجع، تقوم خسران من طلائع الجيش، تبقى كسبان لحد اخر دقيقه، لحد اخر لحظه، لحد اخر ثانيه. مدافع خبرات مش عارف يعمل فاول تكتيكي ويعطل اللعب، سابه يروح يجيب جول. ما انت جايب لي لاعب اعاره سنتين ب 30 مليون، وكل جول يجيبه ياخد في انبي ياخد فلوس. عايز ايه؟ عايز ايه؟ العبد لله يا جدعان، مش اللي مسك الحديد تناه، لا العبد لله اللي قال كل ده قبل ما يحصل. قلت لك العشريه السوداء بتاعت ممدوح عباس هنعيشها تاني مع الجيل ده. هي بطوله بتضيع منك،
مين اللي خد قرار أسوأ قرارين اتاخدوا في الزمالك؟ أول قرار الانسحاب أمام النادي الأهلي في الدور الأول من الدوري، معرفش ليه ومعرفش فايدته إيه، معرفش. تاني قرار إنك تخوض الكاس بالبدلاء والناشئين، رغم إن مش كلهم بدلاء يعني، مش كلهم ناشئين، بس كان في كتير ناشئين. ليه؟ البهوات التانيين بيريحوا من إيه؟ عبد الله السعيد ده تعب في إيه؟ عبد الله السعيد ما لعبش معانا كونفدراليه، لعب دوري بس. ناصر ماهر ما لعبش كونفدراليه، لعب دوري بس، وما انضموش لمنتخب مصر. بيريحوا ليه؟ زي ما قلت لك احنا بنريح عشان الجو مريح، احنا بنقلد الاهلي. هو مش الاهلي هيريح؟ احنا طب كنا انسحبنا زيه، كنا اعتذرنا زيه. تعالى بقى نرجع للخناقه بتاعتنا الجميله ونفضل نقول لبعض هو ده انسحاب ولا اعتذار، اعتذار ولا انسحاب، والبطولات عماله بتفوت مننا. عرفت بقى ان انت بائس، للاسف مش محلي، انت بائس بس، انت بائس بس من غير كلمه محلي. ضحكوا عليك وقالوا لك الاهلي بياخد بطولات من الزمالك بالتحكيم واتحاد الكوره والمؤامرات. السلام عليكم.